دكتور اكس، دكتور مش بتاع طب. طبعا الناس اول ما بتسمع سيره قواعد اساسا بتلاقيهم بيبصوا اللي بيشرح وكانه بيقول لهم سحر، او تحس مثلا ان هو زومبي وعايز يحولهم زومبي زيه. فبالتالي الناس كلها بتتجمع حواليه وبيقولوا له يكش تولع مكان ما انت واقف. تلاقيهم مش فاهمين حاجه طول ما الشخص اللي قدامهم ده بيشرح. طيب عشان نبسط الموضوع ده احنا هنعمل 3 حاجات بالظبط مالهمش رابع. اول حاجه هنشرح القاعده، تاني حاجه الاستخدامات بتاعه القاعده دي ايه، تالت حاجه شويه امثله بقى عشان نثبت الوضع. طيب نسمي بالله كده ونبدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه التكوين. المضارع البسيط بيتكون من الفيرب زائد اس او الفيرب بدون اس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده يا فالنتينو؟ انت بتقول ايه؟ او ربنا الفعل باس او بدون اس. طب بناء على ايه؟ سؤال جميل من شخص برنس. كل الضماير ما بيتحط لهمش اس ما عدا هي وشي وات. يعني مثلا لما اجي اقول لك I play صح، you play صح، they play صح، بس ما ينفعش اقول لك he play غلط، لان he بتاخد الفيرب مع اس، فهتبقى he plays she plays it plays. تمام كده خلصنا من تكوينها وهي الفعل باس او بدون اس. نيجي بقى لتاني بوينت وهي الاستخدامات. امتى بنستخدم المضارع البسيط؟ اول حاجه في الكلام عن الروتين او شيء يومي في حياتك. مثلا انا بصحى من النوم الساعه 8، بنزل اروح الشغل، باجي من الشغل، بنام، بصحى، وهكذا. طول ما في حاجه انت بتحكيها تمام وفي الاخر كلمه وهكذا، يعني مثلا انا بصحى من النوم الساعه 8، بنزل اروح الشغل، باجي من الشغل، بنام، بصحى، وهكذا. طول ما في وهكذا دي يبقى كده على طول مضارع بسيط. طيب هنقول الكلام ده ازاي بالانجليزي؟ I woke up at 8 a.m. in the morning, I go to work, I finish work at 8 p.m, I go to sleep etc. etc دي اللي هي الخ يعني او هكذا. ده كان اول استخدام وهو روتين. طيب المثال التاني بس انت اللي هتحله بقى. اما اجي اقول لك he نقط to school every day، وهتختار حاجه من ال3 اختيارات دول، go gonna goes، هتستعمل اني؟ goes عشان هي بتاخد الفعل في اس. تمام. مثال تاني، اما اجي اقول لك I نقط to school every day، نفس المثال مش غيرت فيه حاجه، هو الضمير بس اللي اتغير. هتبقى ايه؟ هتبقى I go to school every day. تمام. بعد كده تاني استخدام معانا اللي هو العادات. اسمع فلحوس بيقول لي طب ما العادات هي روتين. لا يا بلسان طويل، لا يا بلسان طويل. الروتين ده الشيء اللي انت متعود تعمله في يومك، اما العادات دي صفاتك انت. مثلا انا بروح العب كوره، انا بسمع مزيكا كل يوم كذا، طول ما انت متعود دايما دي يبقى اسمها عادات. اما اجي اقول لك مثلا احمد بلايز باسكت بول افري داي، يعني دلوقتي انا بتكلم على احمد انه هو، فبقول هو بيلعب كرة سلة كل يوم جمعة. طالما في متعود او اللي هي every يبقى دي على طول معناها مضارع بسيط. مثال تاني، اما اجي اقول مثلا علا drinks tea every day، انا بتكلم على علا انها هي وفي متعودة اللي هي every، فبالتالي دي مضارع بسيط بمعنى علا بتشرب شاي كل يوم الصبح. سمي الهاري حبيبتي. الله عليك يا استاذ. تالت استخدام معانا يا اخي وهو الحقائق، وبنستعمل فيها الفعل is اذا كان مفرد او الفعل are اذا كان جمع، وده طبعا في حاله عدم وجود فعل اساسي زي play go work walk. مثلا اما اجي اقول الشمس اكبر من الارض، the sun is bigger than the earth. اللهم صل على النبي. طب ما الشمس فعلا اكبر من الارض، جبت ايه جديد يعني؟ طيب اما اجي اقول مثلا the lion is the most dangerous animal ever، لا هايل، طب احنا عارفين ايه الجديد يعني. طب خد دي، هل تعلم ان سوبرمان is a fictional character؟ ايه مش هو شخصيه خياليه فعلا ولا ايه؟ رابع استخدام وهو المواعيد، زي مواعيد الافلام، المواصلات، الاجتماعات، المحاضرات، يعني من الاخر اي ميعاد ثابت. يا ابو محمود، اي ميعاد ثابت. حياة النبي صحي محمود تقول لي اي ميعاد ثابت. يا ست ام نيازي صحي نيازي. يعني مثلا لما اجي اقول the movie starts at 5 p.m. today, the bus arrives at 9 a.m. tomorrow, Carrefour opens at 10 a.m. every day. على فكرة احنا كده خلصنا المضارع البسيط خلاص. تمام. مش فاضل غير جزئية السؤال وهي ازاي تسأل بالمضارع البسيط. اول حاجة احنا بنسأل بالأداة do. تمام. بس الاول خلينا متفقين ان do عامل زي الفعل الحرامي اللي بيثبتك في الشارع وبياخد منك كل حاجة حتى هدومك، يعني بيسيبك كما ولدتك امك يعني. كذلك do برضه بياخد كل حاجة من الفعل الاساسي للجملة وبيرجعه للمصدر. اما اجي اقول لك مثلا she eats meat every day واقول لك اسأل بدو، هتعمل ايه؟ هنجيب دو في الاول وبعد كده الفاعل. تمام لحد هنا زي الفل.
ماشي. هتبقى do she eats meat every day، بس لا تحس ان في حاجه مش لطيفه، حاجه مش راكبه. تمام. دلوقتي احنا قلنا من شويه ان do هو فعل حرامي، فبيسرق كل حاجه من الفعل الاساسي. فعشان يسرق بقى من ايد هيروح جاي عامل لها ازاي؟ هاتي الاس اللي معاكي دي وخليك انت كده. هيروح جاي واخد منها فعلا، هتبقى does she eat meat every day. تمام. مثال تاني he goes to school every day. عايزين برضو نسأل بدو، هنحط دو في الأول، هتبقى do he goes to school every day. برضو تحس ان حاجة مش راكبة، يعني ايه do he goes to school ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ طيب دلوقتي احنا قلنا ان دو بيمص كل حاجة من الفعل الأساسي، فهيقول لها بعد إذنك بس أنا عايز الإي إس بتوعي دول، هيروح واخدهم، هتبقى does he go to school every day. ساعتها كده انت كده سألت بالموضوع البسيط. بس كده احنا كده خلصنا. اتمنى يكون الموضوع كان بسيط، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل الجديد من الفيديوهات. سلام عليكم.